ايضا في بدايه المشوار كان هناك تمركز خاطئ لبعض اللاعبين، لذلك فتم التصحيح وكان شيء ايجابي. واظن بان وليد تطور مع تطور هو نفسه ايضا مع تطور ايضا المنتخب، وهذا اللي كان مطلوب لان الادوات الموجوده الان مغايره للموجوده اللي كانت موجوده في كاس العالم 2022. لذلك فهو ايضا تطور مع هذا المنتخب، وهذا هو اللي في نقطه عزيز مهمه سامحني عاقل. المنتخب المغربي والمجموعه الموجود فيها من اللاعبين اعتقد انه بدايه لو نتذكر بدايه اول مباراه على المستوى الهجومي لم يكن الكعبي. لا ما كانش كعبي، ما كانش الكعبي، لكن الفريق يكون عندك عناصر مهمه ممكن اللي يبدا البطوله او ممكن ما يلعبش في اول البطوله هو اللي يفوزك وهو اللي يكسبك في البطوله في الاخر. يعني بطوله طويله 7 مباريات كل مباراه هي نهائي. اعتقد انه التصرف في الزاد البشري المنتخب المغربي وهذا نوعا ما نجح فيه وليد، وخاصة لما فهم اللي مرابط ليس في أحسن حالاته، وهذه يعني قرار صعب. هو لاعب يعني ليدر، هو لاعب ركيزة، صعب أنك تجيك في المباراة الثانية أو المباراة الأولى تحتاج في ظروف أخرى، تحتاج أوكي، عندما تريد أن تحافظ على النتيجه تحتاج ممكن لاعب كان مرابط، ولكن الان في هذا المستوى في المنتخب المغربي لازم لاعب ان يخرج الكره من القرار عزيز كان صعب. لا صعب عاطفيا صعب، ولكن من ناحيه وهذا يحسب الى المدرب. نعم عاطفيا صعب، ولكن لمصلحه المنتخب لازم اختيارات تكون